هنتكلم عن اضرار ومخاطر التيك اواي والدليفري اللي احنا بقينا نستسهله. بيشرفنا النهارده ان يكون معانا الدكتور محمد نور الدين، استشاري البطنه والجهاز الهضمي. اهلا بحضرتك معايا يا دكتور. ايه الاضرار اللي بيسببها الاكل التيك اواي؟ طبعا الاكل التيك اواي ليه اضرار عديده جدا، وانا طبعا هسردها لان دي اصبحت مشكله بنعانيها كلنا كاطباء وكاولياء امور وفي عياداتنا، وبنشوف فعلا معدل زياده نوعيه جديده من الامراض كانت غريبه على مجتمعاتنا في الاونه الاخيره. وانا قاعد مثلا منظار قولوني او اوصل الامعاء او القولون الاقي ديدان حيه كثيفه في القولون، وده حاجه جديده او اقعد بشوفها، يعني شفتها في كذا حاجه ما كنتوش بتشوفوها. معنى كده ان معدل تعرض الاطفال دي للتلوث الغذائي وللاكل الغير صحي اكيد زاد، طالما انا قعدت بشوف معدلات اكتر. فاول حاجه طبعا تاثير على الجهاز الهضمي، بيبقى فيه سعرات حراريه عاليه وكميه دهون كبيره وكميه زيوت، هذه تؤدي الى السمنه المفرطه. السمنه طبعا تؤثر على الجهاز الهضمي بالكامل لدرجه ان الدهون دي تتداخل في تكوين العضله الصمام اللي هي بتربط بين المريء وبين المعده، وتغير في الشكل بتاعها وتضعفها، وبالتالي يحدث ان الحامض يطلع بسهوله جدا. مفيش حاجه، ارتجاع المريء وحموضه المعده، غير تاثيرها بقى في زياده البول واعراض الجهاز الهضمي اللي هتعملها زياده الحموضه، وتاثيرها على المعده مباشره لانها بتحتوي على مواد تؤثر على المعده وتؤثر على تزيد من احتماليه قرح المعده وقرح الاثنى عشر وارتجاع المريء، كما انها السعرات الحراريه تؤدي الى زياده الوزن، وزياده الوزن في هذا العمر الصغير لانها زي ما حضرتك بتقولي جذابه بالطعم بالكلام ده، هذا الطفل هيشرب منها كميات كبيره تؤدي الى زياده وزنه ويخش في دايلما من الامراض اللي انا بسميها الميتابوليك سندروم، الامراض البنائيه اللي هي بتميز هذا العصر. هل في اكل معين يا دكتور انا اكله يخلي الشهيه عندي تقل شويه؟ هو طبعا الاكل بصفه عامه في اكل صحي، الواحد السلطه السلطات، والواحد ان هو يحاول ياكل بين الوجبه الاساسيه مثلا فواكه، سلطات، يشرب عصائر طبيعيه بدون سكر والكلام ده هتؤدي الى فعلا الانسان ممكن ياكل فاكهه قبل ما يتغدى، لو هو جعان يحاول ياكل فاكهه، بحيث ان الحاجات دي هتؤدي ان هو ما يخشش على الاكل وهو جعان وياكل كميه كبيره. دايما نحاول نحبب الاطفال في اكل البيت، الامهات والاباء يعملوا وصفات الغذائيه بشكل محبب للطفل، بحيث هو ما ينجذبش للاكل اللي هو بره ده، واشرح للطفل ان طبعا ان الاكل اللي بره ده خاطئ، واشرح له عشان افهمه ان هو ما ينجذبش لحاجه جذابه بس تضره بعد كده. طبعا انا بقى الطفل ده بقى احرص على ان يكون كل العناصر الغذائيه اللازمه لتكوين جسم هذا الطفل موجوده في الاكل اللي هو هياكله، من عناصر زي الكالسيوم والمغنيسيوم والحديد اللي هو موجود في الالبان ومنتجاتها، وموجود في عسل النحل، وموجود في الفواكه والخضروات الطازجه، وموجود في الاكل الخضار الني في ني الصحي السليم، وموجود في الاسماك والبيض والاكل بتاع البيت الجميل اللي احنا نحبب بيه اطفالنا ونرجع اطفالنا تاني يحبوا اكل البيت، ويتجنبوا الاكل اللي هو زي اكياس سريعه التحضير والكريبات والاكل اللي هو بيدخل فيه الناس اللي بره، اللي هو طبعا عمره ما هيبقى حريص زي الام على النظافه الشخصيه، وان يغسل ايديه بالصابون كويس وميه سخنه قبل ما يحضر الاكل، وانه ما ينقلش عشان الغذاء ده مش يبقى حاجه ناقله للامراض، وفاهم طفل كده ووعيه. والدوله ليها دور اكبر انها تتابع هذه المطاعم التيك اواي اللي بره، انها تفرض عليها ارشادات للاطفال تبقى واضحه ان الاكل ده ضار، زي التدخين كده. لما انا برشد واحد كبير وانا عارفه صح ورام كده بقول له على علبه التدخين ضار بالصحه، هذه المحلات التيك اواي لازم يكون فيها ارشادات ان اكل الجاهز ضار بالصحه، وان انت كطفل لازم تشرب عصاير طازجه، لازم تاكل زبادي، لازم تاكل عسل نحل، لازم تتجنب المشروبات الغازيه، لازم تتجنب المواد الدهنيه والسكريات العاليه. دكتور، هل فعلا الناس اللي عايزه تتخن المفروض ياخدوا مكملات غذائيه من الاجزخانات؟ طبعا التصرف ده من التصرفات الخاطئه، لان في بعض احيان المكملات الغذائيه بتبقى ضاره ببعض الناس، حسب لو هو مثلا عنده مشاكل في الكبد، عنده مشاكل يعني ممكن اللي ينفعني ما ينفعكش. طبعا، لان المكملات الغذائيه دي عناصر غذائيه، في عناصر زي البوتاسيوم مثلا ديت في مرضى الكلى اللي هم عندهم قصور في الكلى، لو اخذ العناصر البوتاسيوم ده ينضر جامد جدا، وفي مرضى معين، يعني كل مريض وله ظروفه. اذا مين الفيصل في هذا الموضوع؟ الدكتور هو اللي الطبيب المتخصص هو اللي بيتولى هذا الموضوع، وهو اللي بيعمل ايه؟ بيدرس الحاله وبيكشف عليها وبيدي الوصفه الطبيه. حل هذا الموضوع
ان ما يتمش صرف اي عقار او دواء او مكمل او اي شيء من اي صيدليه بدون وصفه طبيه، لان الطبيب هو مسؤول عن ذلك، وهو اللي بيحدد الاحتياجات لهذا المريض وايه اللي يناسبه. في حاجه تناسب مريض ما تناسبش مريض اخر، وفي تحاليل معينه الدكتور بيعملها عشان يتجنب الناحيه العضويه. بعد كده الباقي سهل بارشادات الطبيب. دكتور، موضوع الذاكرة ده على فكرة ناس كتير جدا فعلا بتعاني منه. يعني احنا دايما كنا نسمع ان النسيان والذاكرة الضعيفة في السن الكبار قوي، اللي هو بعد الخمسينات، يعني نقول من 57 ولا حاجة. ليه بقينا نشوفه كتير؟ طبعا انا شايف ان الظاهره ديت زي ما حضرتك قلتي فعلا لفت النظر اليها، سببها طبيعه العصر اللي احنا عايشين فيه والاسترس والضغط العصبي والحياه اللي هي ما بتقفش دقيقه واحده، غير زمان مثلا. كان الدنيا مش زحمه كده، وكان الالتزامات اليوميه مش هذه الكثافه. ليه علاقه مباشره بان طبعا الدم الماشي في الجسم والاوعيه الدمويه والكوليسترول. عشان كده لازم تعمل تحليل الدهون في الدم والدهون الثلاثيه والكوليسترول، لان احيانا مع تقدم العمر يؤدي ترسب الكوليسترول في جدار الاوعيه الدمويه، الا ان الدم بيحصل فيه فيسكوزيتي عاليه واللزوجه ومش بيمشي براحته، وبالتالي الدم ما يوصلش المخ بالدرجه اللي احنا عايزينها، فيؤثر على النواحي الذاكره ويؤثر على النواحي الادراكيه. ايه الاسباب اللي خلى جرثومه المعده منتشره بهذا الشكل؟ هل فعلا اكل التيك اواي هو اللي اظهرها ولا هو اللي احدثها؟ طبعا جرثومه المعده من طبعا الامراض المستوطنه في مصر بشكل كبير، وهي بتبقى موجوده في المجتمعات الزحمه، لانها طبعا ممكن تنتقل عن طريق الفيكو اولر اللي هو من الايد او الفم، او عن طريق التنفس، او عن طريق اللعاب. تمام. وبالتالي في الزحمه في الاسواق مثلا الناس جنب بعضيها مفيش كمامات تنتقل. الانسان اللي بيحضر الاكل بره ده هل هيغسل ايده بالصابونه وبالماء الساخن وضوافره كده هينضفها كويس؟ لانه لو عنده جرثومه او عنده حاجه طبعا الاكل هيعده كله هيعدي الناس طبعا. وبالتالي اكل التيك اواي مسؤوليه كامله فعلا عن انتشار هذه الظاهره، وهي جرثومه المعده. وجرثومه المعده اقدر اسميه هنا كراجل استشاري جهاز هضمي، عايز اقول انها ما بين التهويل والتهوين، نسبه قليله جدا 1 ل 2%. جرثومه المعده مرتبطه بسرطان المعده، ومرتبطه بعده اعراض خارج الجهاز الهضمي كالحساسيه. انسان عنده اكزيما وبيهرش على طول ممكن يكون عنده جرثومه معده، حتى كبعض امراض القلب، حتى كبعض امراض، حتى كالانيميا مرتبطه بجرثومه المعده. اذا النمط الغذائي السليم واتباع النمط الغذائي الجيد زي ما قلنا ممكن فعلا نحد من هذه الظاهره، وهي جرثومه المعده وارتباطها بالتهاب المعده وقرحه المعده وقرحه الاثنى عشر. تنصح الناس تقول لهم ايه مشاهدينا الكرام بالنسبه للجرثومه، يتعاملوا ازاي او يحافظوا على اولادهم من الاصابه بيها ازاي؟ لان حضرتك قلت ان هي بتنتشر. بتنتشر. يبقى اول حاجه الاكل الصحي زي ما قلنا، ان احنا هنرشد طفلنا ان احنا ناكل في البيت بس، لان معدل انتشارها بره اكتر. والالتزام بالكمامه يعني من الحاجات اللي احنا ولا اتعودنا عليها خلاص. يعني بنشكر الكوفيد ان هو خلى في كمامه دي فعلا. اتعودنا على نظافه الايد والكمامه النظافه الشخصيه. انا اول ما ادخل البيت اروح اغسل ايدي كويس بالصابونه، اوجه الطفل في الكلام ده، واغسل وشي، واروح مغير لبسي تمام ولابس لبس البيت، وبالتالي انا امنع العدوى اللي انا جايب بيها من بره للبيت. ثانيا الاكل الصحي والنمط الصحي والغذائي السليم، والخضروات والعسل النحل والفواكه وزي ما انا قلت كده، وتجنب الاكل الدليفري والاكل التيك اواي والاكياس سريعه التحضير. ثم واخر حاجه عدم تناول اي دواء بدون ارشادات الطبيب. بشكر ضيفي العزيز اللي نورني النهارده دكتور محمد نور الدين، استشاري البطنه والجهاز الهضمي. شكرا لحضرتك. شكرا يا فندم. شكرا. مشاهدينا الكرام، يا رب النهارده حلقتنا تكون عجبتكم. بشكر كل فريق العمل، وحتى نلتقي حلقه جديده لكم مني كل تحيه.